لو بتعاني دايما من قلة الثقة بالنفس والقلق والتوتر أو حتى السلبية، لو بتعاني على طريق الالتزام بتقوم مرة وتقع كتير، لو همتك ضعيفة وإنجازك دايما قليل، كل دي مشاكل جبنا لها علاج معانا في روجيتة النهاردة. بس قبل العلاج خلينا ندردش سوا ونحكي حكاية بسيطة. كان في مرة راجل غلبان زي حالتنا. الراجل ده راح يقابل واحد حكيم، ولما قابله قال له: أنا حاسس إن جوايا كلبين، كلب إيجابي وذكي وعطوف، وكلب تاني غضبان دايما وطماع وسلبي، وطول الوقت الاتنين بيضربوا بعض، لكن مش عارف مين فيهم هيكسب في الآخر. فالراجل الحكيم فكر شوية وقال له: انا عارف مين اللي هيكسب في الاخر. الكلب اللي انت بتاكله اكتر هو اللي هيكسب، وبالتالي اكل دايما الكلب الايجابي عشان هو اللي ينتصر. الحكاية جميلة صح، لكن الحكاية دي فيها حلول لأغلب مشاكلنا. يعني دايما جوانا صراع بين حاجتين جوانا، صراع بين الأفكار الإيجابية والأفكار السلبية، أو صراع بين الثقة بالنفس أو الإحساس بالفشل، أو صراع بين السكينة والهدوء والقلق والتوتر، أو صراع بين القوة والهمة العالية والكسل والخمول، أو حتى الصراع بين العبادة والاجتهاد على طريق ربنا، أو الكسل والبعد عن الطريق ونجري ورا الشهوات، وهكذا الصراع ده قائم جوانا، والجانب اللي انت بتغذيه اكتر هو اللي هينتصر في الاخر. فما تقوليش انا بحاول على طريق ربنا بس صعب وكل شويه بقع، وانت اصلا طبيعه حياتك اغاني وافلام ومسلسلات وكلام مع بنات. ما هو بالعقل كده ازاي الجانب الديني عندك هينتصر وانت اصلا بتغذي الجانب التاني؟ انت بتخدع نفسك حرفيا. ولا الافكار السلبيه اللي مسببه لك كآبه وحزن ودايما منطفي وفاقد الشغف، ازاي الافكار السلبيه دي هتتغير وانت عايش يوميا بتغذيها لحد ما بقت اقوى واكبر من الافكار الايجابيه اللي عندك؟ المعركه خسرانه يا صاحبي. وهكذا يا صديقي، اعمل اسقاط لاي صراع جواك على الحكايه اللي احنا حكيناها، وشوف انت بتغذي انهي جانب اكتر عشان تعرف مين فيهم اللي هيكسب، مين فيهم اللي هيسيطر على حياتك اكتر. ومن عظمه القران عندنا انه جاب لنا شفاء لكل حاجه وجاب لنا دواء لكل داء. اسمع كده: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني كل ما هتنهي نفسك وتزعق للجانب الوحش اللي جواك اللي ما يرضيش ربنا، ساعتها الجانب التاني هيلاقي الطريق قدامه فاضي ان هو يجري وينطلق. ده معناه انك هتلاقي همتك رجعت تاني وافكارك الايجابيه رجعت والحاجات الحلوه دي، او هتلاقي ثقتك بنفسك زادت وهكذا. فمن النهارده حط الايه دي قاعده عندك في حياتك وطبقها، وعلى اي ورقه والزق الجمله دي قدامك: خالف هواك تنجو. واول حاجه تعملها انك تخلي في الجانب الكسول اللي جواك وتدي الجانب اللي همته عاليه وبيدور على الخير وسيبه ينطلق، ويعمل لايك على الفيديو وشير ويقول لي رايه في الكومنتات. ولو في مشكله بتقابلك في حياتك عرفنا عشان نجرب نحلها سوا. وبس كده يا صديقي الطيب، حلقتنا خلصت. يلا سلام.